انت كشخص متوحد بتقولي ان التوحد ملوش علاقة بالوحدة وان انت تقعدي لوحدك او تقعدي مع ناس، ولكن في نفس الوقت انت مش بتحبي تقعدي مع جماعات كتيرة. ليه؟ طيب، ان انا مش بقعد مع جماعات كتيرة مش معناها ان انا مش بعرف اقعد مع جماعات كتيرة، ومش معناها ان انا مش بعرف اقعد مع حد خالص. ليه؟ لان انا ممكن لو حد واحد اتنين تلاتة، او لو حتى جروب كبير شويتين وانا اعرفهم كلهم. طب ايه الفرق هنا؟ خلينا نوضح، وعلشان كمان دي حاجة ممكن نفهمها اكتر من فكرة الانطوائية، مش مجرد التوحد يا جماعة. مش كل المتوحدين فيهم الصفة اللي انا قلتها دي، ولا كل حد فيه الصفة دي معناه ان هو متوحد. اتفقنا؟ لان في متوحدين خصوصا من البنات كتير قوي اجتماعيات. تمام؟ طيب، بالنسبة لي بشكل شخصي وشكل توضيحي، علشان في ناس ممكن ما تكونش عارفة تعبر عن ده فيها، وانا ذات نفسي ما فكرتش فيها غير لما كنت في موقف معين خلاني افكر. بالنسبة لي تجمعات كبيرة معناها ان كل واحد رأيه. كل واحد رأيه يعني كل واحد عايز يقول رأيه. طيب، ان مثلا احنا 10 اشخاص وما نعرفش بعض، فلسه مش عارفين اراء بعض، هيبقى في 10 اراء، وفي نفس الوقت كل حد هيبقى عايز من ال10 ان هم يسمعوه، صح كده؟ لان هي دي اساس الفكره من ان انت تبقى بتعمل conversation، او ان انت تبقى مع جروب، ان انت عايز تتسمع وفي نفس الوقت ان انت هتحترم الحد ده عشان تسمعه، صح؟ طيب، وكمان هيبقى في ال10 دول على الاقل 5 عندهم اختلاف رأي، صح؟ وهيكون اختلاف الرأي مش بس 5 ضد 5، لا، هيكون حد بيعتقد كذا وحد بيعتقد وهيبقى كتير. طيب، زي برضو حاجة دايما بصفها للناس عشان يفهموها اكتر. لو مثلا احنا بنتكلم على فواكه عادي، فاتحين محادثة عادية جدا وبنتكلم على الفواكه، انت بتحب ايه وانا بحب ايه. لو انت مع حد واحد هيقولك مثلا انا بحب التفاح، وانت هتقول انا بحب الفراولة، ليه وليه لا، فكل واحد هيتكلم وهياخد وقته وهيوصف وهيسأل رأي التاني عن نفس الحاجة وهكذا. انتوا متخيلين الحوار؟ جميل، صح؟ طيب، لو احنا 10 وكل واحد فينا بيتكلم على الفاكهة المفضلة بتاعته، وكل واحد فينا عايز ان الناس تسمعه، وكل واحد فينا عايز ان هو يشرح ليه الحاجة دي احسن، وكل واحد فينا عايز يعلق على كل واحد من ال10، وطبعا كل واحد فينا هيكون ليه، حتى لو 2 بيقولوا فراولة، هيكون حد ليه آراء وحد ليه آراء التانية. الموضوع بيبقى رخم، والموضوع مش كلنا بنقدر ان احنا نتكلم ونعبر وندخل بشكل عميق في الكلام ونقول اصل من الطفولة كنت كذا كذا وماما كانت بتأكلني كذا وبس انا لما كبرت. مش هيحصل العمق بتاع المحادثة ده. وبالنسبة لي وبالنسبة لكثير من المتوحدين برضو، احنا بنحب، وكتير من الاشخاص العاديين، مش بتكلم على كده يعني، بنحب ان احنا نتكلم قوي، اللي هو بدخل في موضوع بشكل جنوني لكن هو الموضوع ده بس اخر الدنيا، وبدخل من موضوع لاكتر من موضوع تاني. ممكن بقى ابدا ان انا احكي اصل من وانا صغيره كنت ماما بتاكلني الفراوله كتير، وبعد كده ادخل اكتر واقول وكمان كانت بتاكلني بانيه، وابدا ان انا اتكلم على حكايه تانية وهكذا، وابدا افتح حوار. انا بحب اتكلم بالاسلوب ده، وبحب كمان اللي قدامي يتكلم بشغف وبشكل كامل عن الحاجه، مش اللي هو انا بحب فراوله، انا بحب موز، انا بحب جوافه، انا خلاص. لا، مش يعني بحس اللي هو سطحي قوي. وتاني مش هينفع ان كل واحد ياخد حقه قوي، وبحس ان طيب لو انا حبيت ان انا اخد حقي شويه في حاجه، بحس ان انا خدت الكلام كله. طب ما هو في ناس تانية، ما انا لازم احترم ان في ناس تانية. فبتحس ان هو تيك توك تيك توك تيك محسوب لك وقت، وفي نفس الوقت اللي هو ايه، طب ممكن اقول ايه حاجه معينه تلم الموضوع كله، وفي نفس الوقت اقول اللي انا عايزاه، وفي نفس الوقت ما ازودش، وفي نفس الوقت احترم ان هم عايزين يسمعوا كده. مش هكلمهم مثلا على بنتكلم على الفراوله واروح انا داخله في شكل فيزيائي علشان هي شكلها مش عارفه كذا. طب هم اصلا ممكن ما يكونوش فاهمين، او هم بيتكلموا بشكل لطيف وانا بتكلم بشكل معين. عارفه ان انتوا كتير هيفكروا ان عشان عندك توتر اجتماعي فمش عارفه الناس هتستقبلك ازاي. لا، عشان انا محترمه ان ده مش شكل الكلام لما بيكون في جماعه كبير. تاني لازم ان انا احترم الوقت، لازم ان انا ما اخدش الكلام كله، لازم ان انا احترم ان حد تاني ليه راي، وان انا اسمع الحد التاني. لازم في حاجات كتيره، فمش هينفع تتوافر مع الطريقه اللي انا بحب اعبر بيها، او الطريقه اللي انا عايزه اسمعك انت بتعبر بيها. دي حاجه تانية، ان لما بتكون مثلا بتتكلم مع ال10 هتلاقي على الاقل حد منهم مش مركز، او حد مش عايز يسمع، او حد مش عاجبه الكلام اللي انتوا بتتكلموا فيه. فلازم ان انتوا كلكم تكونوا متفقين على حاجه معينه، وفي نفس الوقت مش هتلاقي دايما بيحصل كده.
فدايما ممكن تحس ان حد مش عاجبه الموضوع، فانتوا عايزين تقلبوا عشان حد ده، بس في نفس الوقت مش هتلاقوا موضوع. لو بتكون اكتر من حاجة كده بحس ان ايه، صعب ان يحصل فيها توافق. مش من فكرة ان مستحيل، بالعكس في مجموعات بيبقوا حلوين قوي مع بعض وكده وبيتغاضوا عن الحاجات البسيطة دي. بس تاني انا بحب العمق قوي، وبحب ان احنا الاتنين نكون عايزين قوي الحاجة دي، مش من فكرة بس عشان انا عايزه اتكلم فيلا نفتح الحوار ده، وفي نفس الوقت انت هتتكلم بعدين. لان تاني مش دايما بيكون عندك الوقت الكامل لحاجه زي كده، ودايما هيكون في حاجات تانية. ممكن انت تكون تابع حاجه اكتيفيتي بتعملها وفي نفس الوقت بتتكلم، فمش هتكون عارف ان انت تركز في ده او تركز في ده، فبيكون تاني مقتطفات من الكلام. ممكن ناس ما تكونش عايزه تكمل الحاجه اللي انت بتقولها وهكذا. لكن لما بتكون انت وحد بس، سهل شويه ان انتوا توصلوا لحاجه في النص. وفي نفس الوقت لو ناس بقى كتير انتوا تعرفوا بعض اوريدي، خلاص عارفين بعض اوريدي، عارفين تفكير بعض اوريدي، مش هتسألوا الحاجات اللي هو طب انت كنت في مدرسة ايه وكلت ايه النهارده. هتتكلموا بجد في الحاجات العميقة، وانا بحب الكلام في الحاجات العميقة قوي. اللي هو تاني حتى لو هنتكلم في الفراولة هندخل في الفيزياء، لان مش بحب اللي هو الشكل العادي اللي هو انا كويسة، انا كنت في المدرسة الصبح، انا المدرسة بتاعتي جنب بيتي. لا، انا عايزه المواضيع العميقه قوي، لان بحس المواضيع دي اللي هو ايه، مش بتفرق في حاجه. ليه؟ انا عمري ما هعرف طريقه تفكير حد من النقطه دي. طب انت عايز تعرفي تفكير حد ليه؟ لا، مش الفكره من كده. الفكره ان هو انا عايزه اتكلم مع عقل، مش مع بيانات طالعالي من كمبيوتر، بيروح كذا بيعمل كذا بياكل كذا. لا، انا عايزه المواضيع تبقى بجد انا في عقلين بيكلموا بعض. طب ما انا ممكن اتكلم مع شات جي بي تي، ولا اتكلم مع اي حاجه ما فيهاش الحاجة الأصلية اللي انت أساسا متميز بيها، صح؟ بس بحب احترام الحتة دي، من حيث ايه اللي هو ايوه انا عايزة اشوف الحد متحمس قوي وهو بيتكلم على الحاجة بتاعته دي، مش مجرد اكسبيرينس عادية كده، او مجرد تعريف بسيط، او مجرد اختيار لحاجة. وفي نفس الوقت بحب ان انا اعبر بالشكل ده، لان حرفيا انا بيجيلي ملل لما بنقعد نتكلم على حاجة زي ايه، انا درست كذا، انا عملت كذا. طب ما تخليني بقى ادخل اكتر في الدراسة، وانا درستها ليه، وليه بحب الحاجة المعينة دي، واشاركك في الحاجة المعينة دي انا وصلت فيها لايه، والنهاردة بقى لما درست عن كذا وربطتها ازاي بالحاجة الفلانية، وهكذا. يعني الموضوع كبير شوية، بس ايوه دي الفكرة. معنى كده انا مش بعرف اتعامل مع الحاجة دي، لا هعرف، بس عارفين الفكرة اللي هو دايما هحس ان ايه، مش عارفة اشارك قوي، وفي نفس الوقت مش عارفة اخد قوي، فمش هتكون زي ما نقول حاجة كافية، او الحاجة الصح بالنسبة لي، اللي هو المكان زي ما بنقول ايه لاقية نفسي فيه. بس كده.